ازيكم؟ انا دكتور احمد علي طه، استشاري جراحة التجميل جامعة القاهرة. والنهاردة حلقة جديدة من كنت تعرف او did you know. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا اسمه الريد فلاجز في جراحات التجميل. الحقيقة ان الريد فلاجز من الحاجات المهمة جدا عندنا، خاصة للمرضى بتوع جراحة التجميل، لان هي ممكن تأثر كتير قوي على النتيجة بتاعتك وعلى الطبيب نفسه عن جراح. من الريد فلاجز الحاجات اللي هي تقول لك بلاش تعمل المريض ده او بلاش تعمل العملية للمريض ده، هو البيشنتس اللي هم عندهم unrealistic expectations او عندهم توقعات للعملية بعيدة جدا عن اللي هي ممكن تحصل. مرضى كتير بيبقوا عندهم تخيل ان هم هيطلعوا بشكل كذا او صورة كذا، وهم اجسامهم او البودي كومبوزيشن بتاعتهم بعيدة جدا انها توصلهم للنتيجة دي. البيشنتس برضو اللي هم عندهم حاجة اسمها body dysmorphic disorder، ده بيبقى form of an anxiety disorder. البيشنت بيبقى عنده too much anxiety أو قلق شديد على حاجات في جسمه، والحاجات دي ما بتبقاش ظاهرة للطبيب أو للجراح، أو بتبقى صغيرة قوي مش محتاجة كل الانكزايتي دي. body dysmorphic disorder حوالي 10% من الكوزماتيك بيشنتس ان هم بييجوا يعملوا اجراء تجميلي، فلازم ناخد بالنا من الموضوع ده جدا. من الريد فلاجز التانية برضو ان البيشنتس يجي مش عارف هو عايز يعمل ايه، هو ما عندوش حاجة عايز يعملها معينة، هو جاي مثلا نتيجة ضغط من الاهل، ضغط من صاحبتها عملت جراحة تجميل فهي عايزة تعمل وهي ما تكونش محتاجاها، او نفسيا هي مش موتيفيتد انها تعمل عملية زي دي. الحاجات دي لازم تاخد بالك منها. من الريد فلاجز التانية ان البيشنت جاي العيادة عندك نتيجة بريشر او ضغط من حد من اقاربه، مثلا زوجة تيجي العيادة ومعها زوجها هو اللي جايبها العيادة، وهو اللي بيتكلم في الكونسلتيشن، وهو اللي بيشتكي، وهو اللي بيشاور على المريضة في جسمها أو في الديفول اللي عندها، وبيقول أنا عايز كذا أو عايز أعمل كذا، والمريضة ما بتتكلمش. دي من الريد فلاجز اللي تاخد بالك منها كويس. من الريد فلاجز برضو إن البيشنت تجيلك حد عامل عمليات كتير جدا وعمليات متكررة في نفس المكان، يعني عاملة بريست ليفت كذا مرة، عاملة شد للأفخاذ كذا مرة، عاملة شد للدراعات كذا مرة، وتجيلك في وقت قريب جدا من العملية اللي فاتت. يعني تجيلك بعد شهر شهرين يكون لسه التيشوز فيها تورم والأنسجة ما حصلهاش كومبليت هيلينج، وتجيلك وهي عايزة تعمل عملية تاني. برضو من الريد فلاجز ان المريض يجي بيشتكي من كل الدكاترة اللي هو راح لها، مفيش دكتور عاجبه، كل الدكتور او الجراحين يطلع فيه ديفو. خلي بالك انت اللي عليك الدور المرة الجاية، هيروح لدكتور تاني ويتكلم عنك ويقول برضو الدكتور سوالي وعلى عمل لي كذا وما خدتش نتيجة كويسة. من الريد فلاجز برضو اللي احنا لازم ناخد بالنا منها ان هو المريض مثلا اللي هم اكتيف سموكرز، ان هم بيدخنوا بشراهة جدا، يشرب علبة وعلبتين في اليوم ومش ويلنج ان هو يوقف تدخين. ده خطر جدا وممكن يأثر على النتيجة ويأثر على البوست اوبراتيف سيكول بتاع العملية بتاعتك. برضو من الريد فلاجز اللي انت لازم تاخد بالك منها المريض اللي هو مش بيقول الحقيقة كاملة. يعني تسأله مثلا عندك حساسية، يقول لك لا، وهو يكون عنده حساسية من حاجة معينة. عملت عمليات قبل كده، يقول لك لا، تيجي تبص عليه في الاكزامينيشن تلاقي سكار بتاع عملية قديمة. تسأله ايه العملية دي، يقول لك دي عملية زمان كنت عملتها. طب ليه ما قلتهاش؟ دي مهمة جدا، لان لو بيشنت عامل عملية قبل كده ده بيأثر على الديسيجن بتاع الجراح والديسيجن بتاع او اختيار العملية اللي احنا محتاجينها نعملها تاني. الريد فلاجز في جراحات التجميل هي كومن وموجودة وهتشوفها، وانا بفكر نفسي قبل ما افكر اي حد بالموضوع ده، لان احنا ممكن في ضغط الحياة وضغط الشغل ننسى او ما ناخدش بالنا من الريد فلاجز. الريد فلاجز لازم كل جراح تجميل يبقى واخد باله منها ودارسها وعارفها عشان ما يقعش في فخ المريض اللي هو هيبقى over demanding, over expectations, body dysmorphic disorder، ويفضل big headache في حياته. شكرا، واستنونا في فيديو جديد وحلقة جديدة من كنت تعرف أو did you know.